على ذكر الأحفاد، هناك حفيد قتله بشار الأسد. نعم، هذا حفيد السيد سعيد، أخ الأكبر للأمير عبد القادر، وجدته بنت الأمير عبد القادر. الطبيب والشيخ خلدون رجل جدا ورع وطيب، وهو من أوائل من دخل في الثورة. وبشار أول من تعمد تربية عائلته هو أحد أفراد المسلمين، لأنه يخشى من أن يكون في تداعيات دولية على هذا الأمر، فحب بما يقولوا بالشامي أول واحد يكون كبش فيه يربي فيه الأسرة، حتى كل الأسرة تعرضت للاعتقال. يعني تخويف وسد الذريعة على الجزائر وعلى الخارج، بأنه كان يتهمنا أي معارض له بالإرهاب. طب إيش كانت أسباب اعتقاله؟ لا، هو كان كثير من هو مات في المعتقل في السجن. هو أعدم بال 2015، لكن احنا كنا نخبي على والده حتى هو كبير السن عن يبقى على أمل أنه سيخرج، لكن بعد انتصار الثورة وزوال النظام البائد ما عاد يقدر الكل. لكن ما الأسباب التي قدمها النظام لاعتقاله؟ الإرهاب. النظام عنده عنوان، كل من يعارضه بالسلاح أو بغير السلاح يتهمه بالإرهاب. الإرهاب اللي وضعه القانون الغربي كمان هذا قانون جائر ساءته السلطات كلها. نعم، لكن الجزائر سكتوا عن الموضوع. حاول الرئيس يتدخل، لكن بتعرفي أنت لما بيجي تقرير من المخابرات البائدة السورية السابقة بأنه هذا مرتبط بلائحة إرهاب كبيرة، أظن أن السلطات بالجزائر تتجنب الصدام معهم، لأنه في عندهم أعراف الدول بين بعض لوائح إرهاب، لكن ما قدروا. أنا كنت ساعد كثير بموضوع أني حرض على الطبيب الشهيد خلدون أنه يخرجوه من السجن، حتى ما كنا بنعرف إلا عرفنا بال 2018 باللي هو استشهد. أنا قلت لهم لأهله جاني خبر من سجناء، بنتابع مع بعض، نحاول نراجع بعض المسؤولين بالمعرفة، أعطونا فقط عنه خبر عبر الدبلوماسية، عرفنا لكن خبينا الموضوع بحين. وتعرفي السوريين كلهم قدموا شهداء مليون، وأصبحنا من بلد المليوني شهيد، مليون الجزائر ومليون سوريا. هذه هي. الله يرحمهم جميعا. خليني نشرف.